السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن البلانكت أو البطانية أو اللي بيقولوا عليها دفاية من شركة منترا، وهقول لكم كل التفاصيل الخاصة بيها وهي عجبتني ولا لأ وطلبتها منين وجبتها منين، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية أنا كنت محتارة جدا إن أنا أجيب إيه أفرشه على الأنتريه بتاعي، لأن طبعا اللي عندهم أطفال الحاجات دي كلها بتتمرمط وبتتبهدل بسرعة جدا بسبب الأطفال والقشط وحاجات كتير، يعني طبعا انتوا كلكم عارفينها. انا كنت عايزه اجيب اللي هي البلانكت دي، اللي هي ماركت منترا. بصراحه هي كانت السنه اللي فاتت كان سعرها 100 جنيه، والسنه دي طبعا كل حاجه غلت، فالسنه دي سعرها بقى اغلى بكتير. انا شفتها في كارفور كانت عامله 130 جنيه، كل الالوان ما عدا اللون اللي انا اخترته كان عامل 150 جنيه. تمام، فدخلت على موقع امازون. بصراحه انا بشتري من امازون حاجات كتير وما عنديش اي مشكله مع موقع امازون، ولو بيبقى فيه حاجه بكلم خدمه العملاء وبيرجعوا لي المنتج. فانا بثق في امازون، يعني ممكن يكون حد ليه تجارب كويسه او سيئه، اكتبوا لي في الكومنتات لو ليكوا تجارب كويسه مع امازون او تجارب سيئه مع امازون. فانا طلبت البلانكت دي من امازون. تمام، واخترتها بصراحة اللون اللي هو الموكا. هوريها لكم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهي. دي اللي هي منترا، اللي هي البلانكت او الدفاية. طبعا هي ما تعتبرش بطانية، يعني هي بلانكت يعني بطانية، بس هي ما تعتبرش بطانية بصراحة، هي يعتبر دفاية في المقام الاول والاخير، هي دفاية. يعني ممكن تنفع معانا لو احنا عايزين نستغطى بيها في الاوقات اللي هي يعني الجو لسه مسقعش فيها قوي. هي انا اخترت اللون اللي هو الموكا. تمام، اللي هو اللون الكافيه ده. انا زي ما قلت لكم اهو اخترت اللون اللي هو الموكا. تمام، مكتوب عليه اهو. تمام، اللي هو الموكا، كلمة موكا هي اللي هو لون الكافيه. بصراحة اللون ده بالنسبة لي كان كويس لان هو لون الانتريه عندي اصلا. هوريهولكوا برضو على الانتريه الدفاية اهي. اخترت المقاس ولونها كويس جدا بالنسبة لي. اخترت المقاس، طبعا كل واحد بيجيب على حسب اللون. الموضوع اللون ده هو موضوع نسبي او على حسب انتي مثلا فرشة ايه او لون ايه. بس هو انا فضلت بصراحة، كنت في الاول عايزة اللون الكحلي، بس قلت لا خلاص هجيب اللون اللي هو الموكا، لان اصلا ما كانش الكحلي متاح، فهو الكحلي كان هيمشي معايا مع الديكور اكتر. بس جبت اللون الموكا يعني لانه هو لون الانتري، لان هو ده بالنسبة لي افضل لون بعد الكحلي. وطبعا الكحلي الالوان اللي هي الكحليات والحاجات دي لونها بيتغير بعد فتره وبتكلح ولونها بيروح وكده. فاللون ده بالنسبه لي يعتبر حلو، ما بيبانش فيه قوي المرمطه. يعني زي ما احنا شايفين كده، هو الكفر بتاعها مكتوب عليه بلانكت، مكتوب عليه منترا، 130 في 180 سنتي. هي المفروض ان دي بتبقى دفايه للسراير اللي هي الصغيره، اللي هي سراير الاطفال، او ان هي تبقى غطا بتبقى غطا للكنب. تمام. طبعا هي بالنسبه للسرير الصغير، يعني انا مامتي احنا كنا جايبينها قبل كده من كارفور في عرض. فهي بصراحه للسرير المتر وعشرين هي مش كويسه، صغيره على السرير المتر وعشرين. لو انت عندك سرير متر وعشرين وحابه ان انت تجيبي دفايه، لا هاتي المقاس الاكبر اللي هو 220. في مقاس اكبر اللي هو 220 في 180 او 220 في 220. هو 220 في 180 هيكون مناسب ليكي لو السرير بتاعك متر وتمانين. تمام، هو مكتوب عليها برضو perfect for home and travel، ان هي كويسة للبيت وللسفر، يعني اللي هو الناس اللي هي بتبقى سقعانة او كده. لو انت مثلا مسافرة او كده ممكن تحطي حاجة عليكي، عشان بس ان هي زي الشال، او يعني هي بتبقى زي بطانية خفيفة كده بس تمنع عنك الهواء. light and easy to carry، ان هي خفيفة وسهلة الحمل يعني. هي طبعا مصنوعة في مصر. بصراحة انا حسيت ان هي شيك وكويسة. وزي ما انتم شايفين كده امازون بعتنها لي في بوكس كبير، انا جبت منها اتنين للكنبتين اللي عندي. اللون نفسه ما ندمتش عليه، ومن الحاجات اللي عجبتني جدا وبرشحها. وبرشح ان انتوا تطلبوا من امازون، لان امازون بالنسبه لي هي كويسه، ما واجهتش اي مشاكل معاها. وكلامي يعني فعلا انا مش مستفاده حاجه، كلامي مصداقيا يعني للمنتج ده. كنت بقول لكم ان بالنسبه للمنتج ده انا اشتريت منها اتنين اهو. تمام، هو جابوها لي في البوكس ده. ده البوكس بتاع امازون اللي جالي فيها. بصراحه هو كويس، وانا بطلب بصراحه منهم كذا حاجه. هم كويسين، يعني عجبتني جدا جدا، وحسيت ان هي ريتش كده، وحسيت ان هي فخمه.
انا كنت طالبه دفايات برضو بس مش منهم، كنت جايبه دفايات على جوازي يعني وكده للسرير الكبير، بس كان الافضل ان انا اجيب الوان الكنب يعني تكون مناسبه مع الكنب اكتر. فطلبت بصراحه الدفايتين دول عجبوني جدا، وهوريها لكم برضو على الانتريه عندي. زي ما انتوا شايفين كده هو ده شكل الدفاية على الانتريه عندي، هي تقريبا نفس لون الانتريه. تمام. بالنسبة للطول بتاعها، هي بصراحة على الكنبة الكبيرة دي جت يا دوبك بالظبط يعني بالنسبة للطول اهي. انا نزلتها شوية تحت على اساس ان هي تداري شوية، لان انا الانتريه بتاعي من تحت مقفول. وبالنسبة للجزء اللي ورا برضو هي واصلة لغاية الاخر هنا اهو. تمام. سعر الدفاية دي هو كنت جايباه من امازون ب144 جنيه. طبعا غير الشحن، بس انا كنت طالبة حاجات فوق ال350 جنيه عشان اخد الشحن مجاني. تمام. بصراحة هي عجبتني وكانت مميزة بالنسبة لي يعني على الكنبة، وما ندمتش عليها وما ندمتش على تجربتي يعني مش الأولى من أمازون. وبليز لو الفيديو عجبكم بليز لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك. وتدعموني أكتر، وميرسي لوقتكم، وياريت أكون فدتكم.